السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة بصوص الشوكولاتة، صوص منه فيه يعني تزويقها منها فيها. تعالى اقول لكم انا معايا ايه. مقاديرها سهلة خالص وبتتضرب في الخلاط او بالمضرب العادي. هقول لكم على مقادير بس انا مزودة في المقادير شوية عشان الصينية عندي 36 في 26. انا هقول لكم تجيبوا كوبايتين دقيق وذرة ملح، كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن دافي وقابلة للزيادة، ربع كوباية كاكاو اسباني مع ذرة ملح، 2 بيضة، ومعايا كيسين من الفانيليا، معلقة صغيرة بديل النسكافيه علشان النسكافيه مقطع، في نسكافيه مصري حلو قوي، ومعلقة كبيرة مش مليانة بيكنج باودر. هنزل هنا بكوباية اللبن بيكون دافية علشان تدوب معايا السكر، لان السكر معايا خشن مش سكر بودر. لازم ادوب السكر كويس جدا جوه اللبن علشان ما يخرصش معايا في صوص الشوكولاته ويكون السكر باين قوي، فلازم السكر يدوب تماما. فعشان كده ممكن تضربيه في الخلاط كويس جدا. لما اتاكدت ان السكر ده معايا كويس نزلت بالكاكاو، وانا هنا مستعمله كاكاو اسباني بيدي نتيجه حلوه جدا وطعم غير بصراحه. ابتدى خلاص يدوب معايا برضو الكاكاو. هنزل بالزيت لان الزيت هو اللي بيتقل معايا الصوص بتاع الشوكولاته. هنزل بالزيت وهضربه كويس جدا، وكل ما هضربه هيبتدي يتقل معايا، والمقادير مظبوطه جدا. ممكن تضاعف الكميه لو الصينيه عندك كبيره. زي ما انتوا شايفين الصوص الشوكولاته تقل معايا خالص، يعني دي كيك شوكولاته من غير شوكولاته، يعني بالكاكاو بس بيديها نفس النتيجه، وذره الملح بتظهر لي طعم الكاكاو كانه شوكولاته بالظبط. هبتدي اشيل منه مقدار كوبايه علشان هبتدي ازين بيها الكيك، وهشيلها في التلاجة على بال ما اخلص بقيه الكيكه بتاعتي. انا هنا شلت مقدار كوبايه وشويه عشان قايلالك انا مضاعفه الكميه، لكن انتي لو عامله بالكوبايه هتشيلي مقدار كوبايه علشان الكيكه ما تبص معاكي. خلاص هبتدي انزل بمعلقه بديل النسكافيه اللي هو المصري بتاعنا، وهنزل كمان بذره الفانيليا وكمان البيضتين، وهضربه كويس جدا. ومعايا هنا مقدار الدقيق اللي هو كوبايتين، هنزل عليهم بذرة الملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر مش مليانة لاني مش عايزة الكيك ينفش معايا، انا عايزة الكيك السمك بتاعه يكون قليل، بتبقى عاملة زي البراونيز، كيك البراونيز. دلوقتي هضرب ده كويس جدا لغاية لما يختلط معايا تماما، وبعد كده هبتدي انزل مقدار الدقيق. وخدي بالك اللي انا هزود لبن بس برضو دافي، مفيش مشكلة، الكيكة برضو هتطلع معاكي كويسة. الكيكة دي ما بتسقيش لبن، انا مش عارفة بتسقوها لبن ليه، هي ما بتسقيش خالص، هي بتكون جوسي وكأنك بتاكلي قطع من الشوكولاتة. خلصت خلاص الكيكة بتاعتي، ضربتها كويس جدا وكله امتزج مع بعضه. هبتدي انزل بكمية الدقيق بتاعتي اقلب كويس، وبعد كده هبتدي انزل بالمقدار شويه شويه، وبعد كده زي ما قلت لك هزود اللبن لان هيبتدي يتقل معايا خالص. فانا عايزه السمك معين، فعشان كده بقول لك اللبن عندي هنا قابل للزياده. هنزل يعتبر بنص كوبايه لبن، يعني هي خدت معايا هنا كوبايه ونص لبن علشان الكيك يكون السمك بتاعه متوسط، مش تقيل ولا خفيف خالص. اهم حاجه قلبيه كويس جدا بحيث ان الدقيق كله يختفي تماما، وكذلك اللبن. وزي ما انت شايفه انا عايزه السمك يكون كده بالظبط اللي هعمل بالكيك. يعني هبتدي اجيب صاج وادهنه شويه زيت او شويه سمنه لو عايزه تطعمي الكيكه معاكي، وانزلي بكاكاو بدل الدقيق، يعني بدري الصينيه بالكاكاو علشان لو بدرتي بالدقيق الابيض الكيك من تحت هيبقى لونه ابيض ومش حلو. نزلت بالكمية بتاعتي في الصينية وهبتدي أظبط الكيكة في الصينية بحيث إن كله يكون متساوي، مفيش حتة تعلى عن التانية. وهبتدي أدب الصينية على الرخامة علشان الهواء يخرج منها وكلها تتظبط زي ما انتوا شايفين، كلها تبقى سوا واحد. مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وهتاخد معايا في الفرن حوالي نص ساعة إلا، يعني مش نص ساعة كاملة علشان لو قعدت اكتر من كده واختبريها بالخلة هتنشف منك، هتنشف منك، فعينك عليها نص ساعة او اقل من نص ساعة بالظبط تكون استوت معايا. يعني ما بتتحمرش وشها ولا على الشواية ولا الكلام ده خالص، هي بتستوي على طول على النار اللي من تحت. ابتدي احط الصوص بتاعي عشان قلتلك هي صوصها منها فيها، وهبتدي اوزع صوص الشوكولاته. عايزه تحطي حاجه فوقيه ماشي، مش عايزه تحطي براحتك. انا كنت عامله كريم شانتيه بالالوان، وهبتدي ازينه كمان بالشوكولاته وكمان بشيبس الشوكولاته. وخلصت معايا احلى كيكه شوكولاته بتزوقها منها فيها، ما تكلفتيش. دي عندك في البيت والزيت والسكر وكمان اللبن، وعندك البيض
والكاكاو زي ما قايلالك هاتي كميه بسيطه من عند العطار، لو مش عايزه تجيبي الاسباني هاتي كاكاو عادي اللي عندك اعمليه، ومقدارها حلو ومظبوطه، واحلى كيكه جوسي. ما بتسقيش يا جماعه خالص باللبن او لبن بالسكر، مفيش الكلام ده خالص، هي جوسي وحلوه قوي. وهو ده السمك اللي لازم تكون عليه الكيكة بتاعة الجاتو شاتو، بيكون السمك بتاعها كده رفيع مش عالية، لأنها مش كيكة، هي كيكة شوكولاتة ولكن قلتلك عاملة زي البراونيز. والتزويق ده بتاعك انتي، مش عايزة تزوقيها برضو مفيش مشكلة، أنا اللي عندي حطيته. وكان عندي كمان كريم شانتيه أنا ملوناه، يعني لو عايزة تعمليها مش هتاخد معاكي وقت خالص، وسريعة وسهلة وبسيطة وحلوة قوي، وهتعجبك وتعجب الولاد. وزي ما انت شايفة الكاكاو الأسباني بيكون غامق شوية عن الكاكاو بتاعنا العادي، بيدي نتيجة بصراحة وطعم ملوش حل. وما تنسيش لما تضربي الكاكاو تحطي، بتبين طعم الشوكولاتة. وعايزة اوريكي هي ازاي طرية وجوسي حلو قوي، وبقولك اقتصادية لان تزويقها منها فيها. اللي اول مرة يشوف القناة يعمل لايك ويفعل الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.